طبعا انت شفت الفيديوهات. ايوه. وشفت الردود بتاعتي. ايوه. دي المعلومات اللي كانت عندي. دي المعلومه اللي كانت عندي واللي كنت بستقيها من الاعلام زي غيري. انت ايدت نظام، انت نفسك ايدت نظام المجلس العسكري، مش انا ايدته، انت ايدته وانت نزلت الميدان زي ما انت نزلت. انت نزلت. الاخوان نفسهم هم اللي جابوا المجلس العسكري، هم اللي جابوا السيسي. احنا نعرفه منين السيسي؟ مين اللي جابه؟ مش دكتور مرسي هو اللي جابه؟ ولا انا اللي جبته؟ المعلومات، انا المعلومه كانت كلنا وقفنا مع جيش معلومه بلدنا. كلنا، معلش كلنا وقفنا مع جيش بلدنا عشان كلنا ما وقفنا كناش حاسين وكلنا جبنا دم، وكلنا اتضرب علينا نار. لو سمحت اعرض الصور وانا غرقان. بس مش كلنا وافقنا على الجيش لما ضرب دم. طبعا. لما الجيش ضرب دم في مسبيرو احنا وقفنا في مسبيرو يا استاذ مجدي. طبعا. ولما ضرب في مجلس الوزراء احنا وقفنا. قلنا. ولما قتل وسفك الالاف وحبس ال10,000 رفضنا. أيدنا عشان احنا وطنيين، ورفضنا ان احنا نقف قدام ضد جيش بلدنا، وما كانش عندنا نيه ان جيش بلدنا ده مخطئ. انما ما حدش وافق على الدم، احنا وافقنا على الدم. ما حدش وافق على الدم. انت وافقت على الدم. لا انا ما وافقتش على الدم. انا قلت ان هو حسب المعلومه اللي وصلتني ان هذا الفض تم، واخد بالك، بعد ما تم التحذير بكذا مره. لكن ان يتم القتل، انا اعتذر ان انا شاركت وان انا وافقت قبل كده على سفك الدماء دي. انا اعتذر عنها، وانا اتمتع بثقافه الاعتذار، واعتذر لكل بني ادم اريق دمه. اذا كنت انا موافق على هذا الموضوع فانا يعني تماما اعلن اعتذاري عن تأييدي لإراقة دم أي مصري من قبل، بدون أن تصلني المعلومة كاملة، لأنه لم تصلني المعلومة كاملة وكنت أعتقد أن هذا الفض تم بشكل موضوعي كما أشرت. لكن المعلومات تتضح فيما بعد، والرؤية تتضح فيما بعد. وأنا بعتذر لكل مصري إذا كان أنا قمت قبل كده بالموافقة على إراقة دم أي مصري. أنا بعتذر جدا لكل المصريين، و كلنا اتأذينا، وكلنا جبنا دم. وربنا يرحم كل الشهداء، ربنا يرحم كل الشهداء المصريين. حقيقة في كل الأحوال محتاج برضو أسأل سؤال وأقول يعني إمتى عرفت إن المعلومات الخاطئة دي، يعني إمتى تيقنت من المعلومات إن هي خاطئة يا أستاذ مجدي؟ معلش أنا مش بنوب عن نفسي، أنا بنوب عن ناس كتير ما حقها. أنا بنوب عن كل أم شهيد، بنوب عن كل أم شهيد. أنا صديق ليا كل أم اتذبح واتكوت بنار. أنت عارف أكتر ما اتكوت بنار الرصاص، اتكوت بنار الشماتة، واتكوت بنار مصريين زيها أيدوا وهللوا ودعموا وقالوا اقتلوهم طحوهم، مش بني آدمين، يلا خلص. مشكلة في كده ان احنا اتربى جوانا الكره للاخر. وده يمكن حصل كمان ايام الدكتور مرسي، الاخ اللي كان طالع على الميديا بيقول اضرب اضرب اضرب. نسيناه حموده بتاع بورسعيد اللي كان بيقول اضرب. مشكلة ان ابتدوا يربوا جوانا الكره لبعض. ابتدى حالة الانشقاق في الكيان المصري تحصل، ابتدت حالة الاستقطاب تحصل. النهارده الأسرة بتنفصل إلى أجزاء. النهارده الأخ نفسه ما بقاش قايد أخوه. يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، لكن أنا كما أشرت وأكرر اعتذاري. أنا تيقنت من صديق ليا قال لي إن كان في ناس بتتضرب بالنار وهي بتعدي من النفق بتاع العروبة. الكلام دي المعلومة دي قالها لي ما فيش اسبوع 10 ايام. وقال لي انا يعني في الاول ما خفت ان انا اقول، لكن انا بقول لك بشكل شخصي ان في ناس وهي بتعدي النفق بتاع العروبة اتضرب عليها نار من فوق، وكانوا بيتم اصطيادهم بالنار من فوق. نادم يا استاذ مجدي على ده؟ طبعا. استاذ مجدي حمدان المحلل السياسي والقيادي بجبهة الانقاذ المصرية، بشكرك شكرا جزيلا.